بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. طبعا النهارده بقى واخداكم مكان مختلف كده وتصوير مختلف وكل حاجه مختلف. طبعا رايحين عند المشغولات الخشبيه. ده مصنع جميلة، تبقى بنت المصنع ده يبقى بتاع ابن نانا فاطمة اللي هي اخت ننتي. فما شاء الله متوفر عندهم كل حاجة. انا هحط لكم الرقم في صندوق الوصف، اللي عاوز اي حاجة يطلبها منهم وهم بيوصلوا لك لحد البيت لو هتطلب بالتليفون يعني. فطبعا الحاجة عجبتكم ما تنسوش رأيكم في الكومنتات والكلام ده. طبعا بقى هسيبكم مع القمراية والعسلاية اللي هتتكلم معاكم في قلب الفيديو. السلام عليكم. احنا دلوقتي على الصوت. احنا دلوقتي في مصنع جميلة، مصنع منتجات اكليريك وصواني شركة. المصنع مكانه في بالقاس بأهلية، مكاننا بالظبط على المزرعين الجديد. عندنا شحن جميع المحافظات. دي حاجات من اللي احنا بنعملها، صواني الشركة. طلع الصينية من الكيس طبعا ديت ايه؟ ده احدث شكل نازل لصواني الشركة. ديت المنتج دي بتاعكم انتوا اللي بتصنعوه بالظبط. صح؟ بنصنعها بأي أسامي، بنفتح شحن كل المحافظات. أي حد من أي منطقة بنبعت له عادي لحد عنده. ده احنا بنوزع جمله وقطاعي، يعني حتى المحلات اللي عايزه تشتغل بنبيع لهم بالجمله برضو باسعار ما فيش زيها، اسعار يعني اقل اسعار في السوق ممكن تلاقوها، وحاجات اعلى جوده. طيب يعني ديت مبخرة ولا دي؟ لا دلوقتي صينيه شبكه. دي صينية شبكة. حط هنا الدبل والخواتم، وهنا اسم العريس والعروسه وتاريخ المناسبة. يعني ديت صينية شبكة، ديت هتحط هنا كده العريس والعروسه الشبكة الشبكه ماشي، وهنا اسم العريس واسم العروسة وبتاع. بارك الله فيك. طيب هات لي شكل تاني كده. والورد بيتحط. طيب الحتة من ديت الورد بيتحط تبع الفستان اللي بتلبسه العروسة عشان يبقوا فاهمين أكتر. يعني أنا بحط الأنسوني فستان العروسة. دي شكل دي شكل تاني طبعا. هو نفسه اللون الذهبي. طيب الحتة من دولار بكام؟ نازل عليها عرض عشان خاطر حضرتك وعشان خاطر الصفحة بتاعتك. أي صينية من دول سعرها 320 بس، شكل الفراشة. طيب في صواني تانية مثلا بتبقى شكل المراية. تصوير العريس والعروسة. في حاجة شبه كده. ديت برضه صينية ايه؟ الشبكة بتاع العروسة بس المراية. هنا اسم العريس والعروسة والتاريخ، ولو حابين نضيف جملة مثلا أو كلمة من العريس للعروسة بتتحط هنا. طيب برضه كله أسعار واحدة صح؟ لا دي بس اللي في العرض عليها 320، دي عليها عرض 450 بدل 700. عشان المراية. بالظبط. ده شكل طيب تاني ما شاء الله، برضه. حاجات حلوة ونضيفها. وطبعا دي بالجملة والقطع، يعني الناس بتاخد جملة، يعني لو حد عاوز ياخد جملة يحطه في المحلات عنده وبتاع بتاخدوه بتعملوه، واللي عاوز واحدة أو اتنين أو كده عادي. والله تمام. كله ده رقم الشغل. ماشي. هات ده شكل تاني برضو من صواني الشبكة. هنا بتحط اسم العريس والعروسة والتاريخ والجملة، وهنا قاعدة بتبقى مراية برضو. متبقاش ثابتة، ممكن ما نثبتش البوكس على اساس لو العريس والعروسة حابين يتصوروا فيها لوحدهم ما نثبتش كل الكلام ده، يبقوا منفصلين. هم اللي يثبتوه عندي. ولو حابينها متصلة احنا بنوديها وهي راكبة كده عادي. جميلة جدا والله، منتجات حلوة بجد يعني. ربنا يصلح حاله. لو في مبخرة هاتيها. ودي برضه شغل تاني وهي مراية. ودي بتبقى للتصوير. دي العريس والعروسة يتصوروا فيها هنا. بنحط برضو جملة وأساميهم والتاريخ وكل حاجة، وبيعرفوا يتصوروا فيها في نفس الوقت. عايزين يضيف بوكس ويحطوا في شبكة تمام، لو القراية فتحة بتبقى من غير البوكس. تمام. شكل من الأشكال اللي نازلة جديدة السنة دي برضو. يعني دي منتج جديد نازل جديد. دي بتروح لهم مفكوكة وهما بيركبوها هناك. جميلة جدا.
طبعا دي كلها اشكال منتجات الكتير. طبعا دي صور بقى كل دي كله بقى كده. معلش بقى، دي كلته الصواني بتاع ايه كده، الشبكه وكتب الكتاب والكلام من ده. طيب في المبخره بقى بصمه الكاتب كتاب والحاجات ديت على اساس يبقوا عارفين برضو. في برضه البصمه دي، كل الاشكال متاحه، يعني اي حد حتى عنده شكل مش عندي، مش انا عارضاه دلوقتي، انا بعمل اي شكل عادي. يعني اي شكل لما يكون مثلا انا واحد مثلا جاي وعاوز ايه صينيه شبكه، اي حاجه انني عاوز اعملها في دماغي، يعني ليا منظم في دماغي بالظبط. الصينيه نوعها ايه وبتاع، بتعملوها برضه عادي. لو حتى جايب صوره من بره وعايز تعملها عادي. في بقى ورد مثلا ممكن نعمله الوان، بيبقى بيبي فلاور، حاجه شبه كده. بنعمل ممكن طبعا الورد ده يتغير حسب لون فستان العروسه، لو حابه بلون معين بنعمل اي لون عادي بالشكل ده برضه. حاجات جميله جدا جدا. دي بقى مباخر كمان. فين المبخره بقى؟ مبخره فوق اللي هم اللي فوق دول صح؟ بالظبط. في ايه؟ انتوا ليه كنتوا بترتعش ليه؟ لسه اول مره. اول مره. ديت ايه بقى؟ دي المبخره؟ دي المبخره، بيجي معاها بوكس هديه بنحط فيه المبخره هنا. كل دي طبعا جمله وقطعه. متغلفه. يعني اللي عاوز حته، اللي عاوز اتنين، اللي عاوز 10. ده شكل المبخره لما بتتركب. وفي كوش برضه للعرسانه اهي. شكل المبخره تحط هنا الفحم المبخره كتب برضو هنا اسامي، لو حابين كلمه اللهم بارك هذا البيت، اي كلمه انتوا عايزينها بتتكتب عادي. الله يبارك لك. طبعا ايه المبخره كلته شكل واحد. شكل واحد صح، اسطمبه واحده. بالظبط. الا صواني الشبكه هي معروفه. وطبعا دي بتعملوه بتعرضوه برضه ولا؟ ديت الكوش؟ دي كوشة العريس والعروسه صح؟ متاح منها 5 اشكال، مش الشكل ده بس. يعني متاح منها 5 اشكال. اي شكل انا محتاج انا عايزه بتعملوه عادي. دي الكوشه بتاعت العريس والعروسه اهيت. كل ده صنع في بلدنا. طبعا متاح تغيير الوان الورد برضو حسب المكان عند العروس عامل ازاي. دي اسم المصنع. دي اسم المصنع اهوت. وطبعا رقم التليفون انا صورته وانا داخل. ماشي. وهيقولوا برضو ايه رقم التليفون؟ قولي رقم التليفون. 010 10 66 10 010 10 66 10 95. كررت منه المره الثانيه كده لو سمحتي. 010 66 10 95. ماشي. وعلى العموم احنا برضو ايه لو في كارت ولا حاجه هنصوره لكم، هيتحط ايه على القناه اهو. ديت الورشه هي، ودي بوكات الورد اللي عاوز بوكات ورد واللي عاوز حاجه اهي. وديت المكنه اللي هو ايه اللي هو بيصنع ايه عليها الحاجه. كده احنا بنرجع الاسامي بتاعت العريس والعروسه. كتب على الصواني او المباخر.
طبعا هو دلوقتي ايه بيكتب ايه الحروف هي. فهي بعد المكنة عملتها الشكل ده هو. ودي طبعا بوكيهات ورد دي. في كمان معانا في المصنع شغل ان احنا بنعمل اي ديزاين للسقف. ده مثلا حاجه احنا منفذينها للمصنع عندنا، وبنعمل اي شكل برضه اي حد مع اي صوره بتتعمل عادي. طبعا في يعني في ديت الديكورات ديت انتوا بتعملوها اللي هي ايه برضه بتتعمل بشقق العرايس بالظبط. واللي في البيوت ديت اللي هي في السقف وعلى الحيطان. مش لازم نفس اللون، في الوان تانية كتير. والله تمام تمام. يصلح حالكم. طبعا هم بيطبعوه دلوقتي علشان ايه برضه يظهر معاكم على الشاشه. اللي رقم المصنع ده اسم البيج بتاعتنا على الفيسبوك، جميلة ليزر ستور. 01010 66 10 95 01010 66 10 90 9. ده دي الكارت اهوت. مصنع جميلة. هنا الرقم 01010 66 10 95. ده اسم البيج بتاعتنا، جميلة ليزر ستور. العنوان بتاعنا الدقهلية بالقاس المزلقان الجديد. طبعا في شحن محافظات، يعني لو انت في اي محافظة بنقدر نوصلك عادي الصينية بتاعتك. يعني لو اي حد عايز ويتصل عليكم مش بتعملوا له لازم يبقى الحاجه حد معانا في الدقهلية. ويبعتها لك جمله ماشي. بالحته ماشي صح؟ صح ماشي. ويلا.
طبعا احنا كده عاوزين نشجع مين؟ الشباب بتاعنا. وديت المنتجات اهي، وفي حاجات تانية بس ايه لسه ما خلصوهاش يعني. بوكسات هدايا. بوكسات هدايا. يعني مثلا لو حد عايز يهدي خطيبته مثلا، يحط لها هنا مثلا في العيد مثلا كنا عاملين جيل العيد. ايوه ده اللي شو هنا كحك بتحط وبسكوت العيدية، كلبي. وهنا بتحط مثلا شوكولاته. هنا الشوكولاته وهنا العيديه. آه. ده شكل البوكس من بره، وهنا بيتكتب اسم العروسه. جميل جدا.